كل سنة وانتم طيبين. وتعالوا النهاردة هنعمل فطير العذراء يا بناتي، اللي هو بصوا بقى انا بستناه من السنة للسنة علشان اعمله بجد. بيدخل البركة البيت وحاجة جميلة قوي. تعالي كده اقولك بسرعة. احنا هنبدأ بكيلو واحد من الدقيق. تمام، انا طبعا ما عملتش كيلو، انا عملت اكتر. بس انا منزلالك مقادير كيلو علشان ما تتلخبطيش. هنا يا بنات انا جبت كوبايه من السكر وباكت من الخميره، فضيت الخميره لوحدها وعليها معلقه واحده بس من السكر. لحد كده تمام. جبت بقى بولة تانية حطيت فيها كوباية السكر. هعمل ايه؟ تعالي لما اقولك. جبت كوباية مية من الحنفية عادية وكوباية مية تكون سخنة، يعني كوباية السكر عليها كوبايتين مية. لو انتي بتحبي الفتوت بتاعك مسكر زودي نص كوباية من السكر. هنا يا بنات انا خدت بقى كوباية من المية الدافية على الخميرة والسكر، قلبتها كويس جدا وسبتها لحد ما تخمر. بس عايزة اقولك الخميرة بتاعتي ما كانتش نشطة قوي، يعني مش عارفة هل هي مدة صلاحيتها منتهية ولا ايه الدنيا، لا مش عارفة. دي للأمانة يعني حاجة بقولها لك للأمانة. الباكت ده لاني انا جبت الخميرة من حد ورجعت كملت من حد تاني. دوبي السكر كويس جدا واركنيه برضو على جنب. تعالي بقى هنا خدي معلقة واحدة من البيكنج باودر. بصي معلقة واحدة بس، يعني هو الباكت. دي بقى نص معلقة صغيرة من الملح. انا وريتي كيس الملح عشان اقولك اللي انا حطيته ده ملح. كوباية زيت يا بنات، من كوباية لكوباية وربع على حسب الدقيق اللي انت عاملاه. ضربت المكونات دي في بعضها بقى كيلو دقيق. معلقة صغيرة اسفة معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، وكوباية من الزيت. عملتها كده بالسباتيولا، نزلت اللي في الجناب لاني انا عايزة الدقيق كله يتشرب من الزيت، يبقى كله مندي زيت كده يا بنات، يعني فاهمين قصدي انتوا طبعا، وانا هوريكي دلوقتي يبقى عامل ازاي. بصي احتجت يعني شوية زيت فحطيت لها قيمة ربع كوباية، يبقى اخد مني كوباية وربع. حطي الكوباية الاول لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. بصي انا عايزاه كده اهو، زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا عايزاه كده يا بنات. هعمل ايه؟ جبت الخميرة، هي اختمرت بس مش النتيجة اللي انا كنت عايزاها. كده كده احنا هنسيب الخميرة تخمر تاني، ما عنديش اي مشكلة. قلبتها تقلبتين كده بالخميرة يا بنات، ورحت جايبة المية بسكر اللي انا مدوباها عشان دي اللي انا هعجن بيها. حطي المية حبة حبة، ما تحطهاش كلها. العجينة بتاعتك احرصي انها تكون بتلزق في الايد، ملمسها طري جدا وتكون بتلزق في الايد زي كده بالظبط، تكون مطاطية زي الاستيك وبتلزق في الايد كده. عجينتك ناجحة مليون في المية. طبعا لازم تدهني ايدك من الزيت علشان تقدري ان انت تخرجيها من العجين. جبت بولة حطيت فيها شوية زيت، هدهنها كويس جدا، وهاخد ايدي الاتنين هدهنهم بالزيت زي ما انت شايفة كده بالظبط. هلم العجينة لانها عجينة طرية لازم هتلزق في ايدي ومش هتطلع من العجان، فعشان تطلع لازم ادهن دهنة الزيت. كده تمام قوي يا بنات. هنزلها كلها جوه البولة، هساوي الوش بتاعها وهسيبها تخمر، وهرجع تاني اكمل باقي الكمية. بصي عجينة طرية جدا جدا. طبعا فطير العذراء من الفطاير او الفتوت اللي احنا بنحب نعمله قوي في عيد الملاك وفي عيد العذراء، بيبقى حاجة جميلة، واللي يعني اجواءه في البيت حلوة قوي. دي الكمية التانية اللي انا عملتها يا بنات. آه برضو نفس القصة يعني، بس هنا طبعا كانت الكمية كتيرة، فبصراحة لا بسيتها على ايدي. طبعا لازم ولا بد وانتي بتعملي فطير العذراء يكون جنبك صورة للعذراء، ويكون معاكي موبايل او على شاشة تكوني مشغلة تمجيد للعذراء. دي حاجة حلوة.
بتملى البيت فرح وبهجة، وبتحسي بأجواء العذراء. ادهني الصاج بتاعك زيت كويس جدا. بتدهني بايدك ليه يا توته؟ مش بتستخدمي ليه الفرشه؟ لاني انا لازم ايدي يكون فيها زيت. فكده كده انا همسك الزيت. هنا يا بنات انا كان عندي زبيب، في ولادي يعني كانوا طالبينه بالزبيب، فعملت لهم شويه كده بالزبيب. بصي ما بتحتاجش يعني ان انت تعجني فيها كتير او ان انت تقرصيها كتير، لان هي كده كده العجينه طريه جدا، فاوريدي هتتشكل معاكي بكل سهوله. لازم يا بنات نكون مشغلين تمجيد العذراء علشان القرص تتبارك، وكمان اجواءها كده. المفروض ان انا كنت احط شمعة قدام صورة الست العذراء، لكن ما كانش عندي. وعايزه اقولك حاجة، الست العذراء بتحب قوي الشمع والقرص. يعني في عيدها كده اعملي لو كيلو واحد. شوفي البركة اللي هتبقى في بيتك، العذراء هتباركك بجد. ولو ليكي امنية اطلبيها وانتي بتعملي كده القرص، اكيد العذراء هتقبل منك، لانك بتفرحي اطفال كتير لما بتروحي الكنيسة وبتوزعي القرص ديا او بتوزعيها على حبايبك. بيبقى ليها بهجة جميلة كده. يعني هم 15 يوم احنا بنستناهم من السنة للسنة. بجد حلوين قوي. انا بزعل يعني، عايزة اقول لكم ان انا دلوقتي ابتديت ازعل. هو لسه الصيام ما جابش نصه، بس انا ابتديت ازعل يعني اني خلاص قرب يخلص. ايامها بتجري بسرعة لانها جميلة، اكلها جميل، كل حاجة فيها جميلة. انا دي الكمية التانية يا بنات. بصي بقولك خمرت، بقت حلوة قوي، خمرتها في العجان. هنا بقى وهو في الفرن حطيه على درجة حرارة، يعني بعد ما تقرصيه سيبيه تاني نص ساعة هيخمر تاني. دخليه الفرن على درجة حرارة من 190 ل 200 لحد ما ياخد سوا من فوق ومن تحت، ويبقى بالشكل ده يا بنات. طريقة سهلة جدا لفتوت العذراء، هيعجبك قوي. بس عايزة اقولك على حاجة، انا غلطت غلطة وجبت الدقيق السايب. هاتي دقيق يكون ماركة او شركة. لان بصراحة يا بنات الدقيق السايب نشفها لي شوية، ولكن كانت زي الفل وزي العسل، ما كانتش ناشفة قوي. وزي ما انت شايفاها كده من جوه مستوية ومورقة. الله يا عذراء تباركنا وتبارككم. وجربوا فطير العذراء لو في كيلو واحد، ووزعيه بقى على اخواتك جيرانك اي حد جنبك. طبعا وزعي عليه فطير العذراء. وكل سنه وانتم طيبين، وتعيشوا وتعملوا، وربنا يجعلها يا رب ايام مباركه علينا جميعا.